السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده جبت لكم مشروب السوبيا. طبعا احنا في رمضان بنبقى محتاجين مشروبات بارده كده كتير، والاساس في رمضان هو السوبيا والتمر والحاجات الجميله دي وقمر الدين. النهارده هنعمل مع بعض السوبيا من اول البودر لحد ما نقدمها في الكاسات زي ما انتم شايفين كده. هنبدا دلوقتي وهنشوف طريقتها مع بعض، بس يا ريت قبل ما نبدا لو اول مره تشوفوني انا اسمي ليندا ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. يلا نبدا على طول في الطريقه. اول حاجه هحتاجها هي كوبايه من جوز الهند او دقيق جوز الهند. لو عندكم دقيق جوز الهند هيكون افضل كتير، انا ما كانش عندي فجبت جوز الهند وحطيته في الكبه وهضربه كويس جدا لحد ما يبقى ناعم. يعني تقدروا تستبدلوه بدقيق جوز الهند المتاح عندكم تستعملوه. تمام بالشكل ده، بس هحتاج كوبايه واحده. ده بيكون شكله بعد ما ضربته كويس. هحط بقى الكوبايه الجوز الهند وهنزل عليها بكوبايه من اللبن البودر وكمان كوبايه من السكر البودر. لو انتوا حابينه يكون سكره اخف من كده ممكن نص كوبايه، وكمان نص كوبايه من الكريم شانتيه، او ممكن تستبدلوه باكياس الكريم شانتيه دي كيسين بالظبط، وكمان معلقه صغيره من الفانيليا. وهبدا اخلط كل المكونات دي مع بعضها. دي مكونات السوبيا الجافه اللي احنا هنحتفظ بيها دلوقتي ونقدر نعمل منها سوبيا في اي وقت. هبدا بقى احطها في بطرمانات. هي عملت معايا تقريبا حوالي بطرمانين. اهم حاجه تكون البطرمانات اللي انتوا هتستعملوها تكون معقمه وجافه، وتقدروا تحتفظوا بيها في درجه حراره الغرفه وما بيجرالهاش اي حاجه خالص لغايه الاستخدام. علشان اعمل بقى عصير السوبيا هحتاج للتر من اللبن الحليب يكون بارد، ويفضل ان يكون متلج كمان. وهنزل عليه بالسوبيا اللي احنا عملناها حوالي 4 معالق كبار. لتر الحليب بياخد 4 معالق كبار. طبعا بيبقى حسب ما انتوا حابين برضه، يعني ده كله بيبقى حسب ذوقكم. هضربهم مع بعض كويس. اهم حاجه في الخطوه دي انها تتخلط كويس جدا، وبعد كده بدات اقدمها وبس كده. ولو انتوا حابين تزودوا السكر ممكن تزودوه في الكاسات او في الصوبيا اللي انتوا جهزتوها على طول. وبس كده يكون الصوبيا جاهزه معانا. طبعا بتكون انضف واحسن كتير من الجاهزه، وهو طبعا المشروب الرسمي في رمضان. طعمه لذيذ وجميل وبجد انتوا هتدمنوه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والطريقه تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو مش مشتركين في قناتي تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.